ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ طبعا بعد ما شفنا الفيديو الاولاني بتاع الغرفه لما كنا بنشرحها واحنا بنقول وقلنا ان احنا لو تفتكروا لما كنت انا بتكلم قلت ان انا بقى في ظهري في حاجات كده لما طلبت من ايجيك اللي احنا تعمل لنا الرقبه الاخيره دي باربع مخارج عشان كان كنت قايل في ظهري هيبقى في غرفتين والكلام ده. طبعا زي ما احنا ما شايفين يعني ما شاء الله يعني الشغل بتاعنا هو الحمد لله رب العالمين، يعني ده فضل ربنا علينا ومجهودنا، وبرضك يعني في نفس الوقت اللهم لك الحمد لله احنا شغلنا الدماغ لان الموضوع هنا ما كانش سهل. الموضوع صعب شويه، ان شاء الله هو مش صعب على حد، وباذن الله لو حد وقع قدامه الموقف ده بعد الفيديو ده باذن الله ان شاء الله هيبقى الموضوع بالنسبه له سهل. طبعا اللي انا واقف عليهم دول كده اول حاجه دول غرفتين اللي هم اتعملوا من ايجيك، اللي هي الغرف اللي بيركب فيها ترومبه الرفع اللي هو البامب، ترومبه الغاطس اللي بتركب. طبعا احنا كنا شغالين الاول بنبني مباني وبنعزل وممكن نبلط الغرفه او الكلام ده. دلوقتي هنا يعني ده طلب برضك طلب العميل ان هو قال لك احنا خلاص احنا بقينا في 23 فلازم نحدث من نفسينا، ما دام ايجيك بتحدث يبقى احنا خلينا معاهم. طبعا الغرف دي زي ما انا كنت قلت في الفيديو الاولاني هقول سريعا كده، الغرف دي جايه 250 لتر وانا زودتها 75 لتر اللي هو زودت تطويله. هات لي تطويله يا احمد، هات التطويله دي زودت عليها 75 لتر اللي انا زودت تطويله تاني ورحت مكبرها لان هم كانوا صغيرين فاحنا رحنا مكبرينهم كبروا معانا 150 لتر وممكن يبقوا 200 لتر كمان. خدنا جبنا تطويلتين اللي هي التطويله بتاعت الغرفه العملاقه العاديه اللي انا واقف عليهم دول، اللي هي التطويله دي فيها حوالي 75 لتر او ممكن تكون 100 لتر كمان. احنا زودنا في الغرف دي، عليت الغرف كبرتها عشان لا قدر الله لو حصل حاجه حصلت مشكله وجات الترومبه مثلا عطلت ولا حاجه يبقى انا عندي سعه ان هي تقدر تخزن اكبر كميه من الميه. طب يا عم محمد احنا عاملين ليه اتنين؟ انت ليه عامل اتنين؟ وليه عامل غرفتين هنا؟ وليه عامل 3 جريترات؟ وليه مجمعهم من بعض؟ اول حاجه احنا عاملين اتنين، انا عندي هنا الجراج ما شاء الله ربنا يبارك، الجراج كبير مش قليل، الجراج فيه اكتر من يونت، اكتر من وحده، اكتر من جهاز هيبقوا شغالين ممكن يشتغلوا كلهم مع بعض. انا عندي فيه حمام سواق، عندي فيه شاور، عندي فيه اللهم صل على النبي ممكن يبقى فيه ساونا، وعندي حمام لناني روم، وعندي اوفيس، وعندي مطر، وعندي صرف مطر، وعندي صرف جراج، وعندي كذا حاجه. لو انا كنت عملت الكلام ده كله على ترومبه واحده ما كانش هيبقى ينفع، فاضطرينا ان احنا رحنا جبنا ترومبتين. وعلى فكره برضك هنا جبنا على حسب رغبه العميل، احنا جبنا الغرف من غير الترومبه، جبنا الغرف بس، يعني هي ايجيك متاحه ان انت عندها تبيع الغرف من غير الترومبه وممكن تاخدها بالترومبه. ادي دول اول اتنين كده ركبوا زي ما انت ما شايف كده. انا الغرف اهي مليانه ميه من ساعه لما عملت الفيديو الاولاني. ادي الغرفه دي مليانه، ادي دي اهي، وادي الثانيه مليانه ميه اهي معاك اهي، الاثنين مليانين ميه مختبرينهم كمان. ادي الغرفتين دول عشان نمشي خطوه خطوه ونقول احنا عاملين ايه وبنينا عليهم. انا ليه بنيتهم؟ ما تقوليش ان انت كده يا حاج محمد ما انت رجعت بتبني ومحرت ومش عارف ايه. انا بنيت عليهم حمايه، عشان الغرف دي الرقب ده بيركب على جوانات ما تحصلش مشكله، يجي صيانه واحد نازل يصين واحد يعمل حاجه يعمل الجوان يهرب ما ياخدش باله. لكن احنا مليناهم ميه واتاكدنا سيبناهم حوالي 24 ساعه وتاكدنا ان هم تمام ورحنا مقفلين عليهم بالمباني ومحرناهم وسيبنا برضك. هنسيب الغرفه دي من جوه، الغرفه دي احنا عملنا برضك غرفه هنا اهي وهنسيبها زي ما هي ومعزوله كمان سيكا 107 هنسيبها زي ما هي لا قدر الله لاي ظرف لاي حاجه. طبعا الكلام ده مش هيبقى كده، الكلام ده هيتقفل كله. طبعا احنا زي ما ذكرنا في الفيديو الاولاني احنا شغالين طبعا تحت اشراف شركه ايفنتو ما شاء الله، دي اول مره اشتغل معاهم والحمد لله رب العالمين انا من طرف العميل والحمد لله رب العالمين ان انا قدرت ارفع راسه قدام الشركه. دي حاجه طبعا بالنسبه لي اللهم لك الحمد، يعني مش اول مره يحصل معانا الموضوع ده. يبقى كده الغرفتين دول كده انا خلصت منهم. نمشي بقى خطوه خطوه. انا عامل ايه هنا؟ انت عامل مشتركين هنا يا حاج محمد ومجمع لي الغرف في بعض. طب انت مجمعهم في بعض ليه؟ مجمعهم في بعض عشان لو عندك الغرفه دي مثلا جت عطلت دي تدي دي، لو دي عطلت لو دي انا معايا فيديو عامله صغير كده وانا بجرب التجربه دي
هبقى انزله في التعليقات عشان لو حبيت تشوف وتعرف ان كلامي صح. لو جت مثلا الغرفه دي جت معايا عطلت، هيحصل ايه؟ هتقعد الاوضه هترفع ميه، بدل ما تطلع بقى بره هتروح لا ماشيه في المسار ده وتروح مديه الغرفه دي والغرفه دي تشتغل. طبعا في صيانات وفي حد في صيانه هنا، لان الغرفه اللي انا واقف فيها دي زي ما قلت الاماكن دي فيها يعني ما شاء الله هيبقى فيه اكتر من فيديو، وكل خطوه بفيديو واحد. يبقى اول حاجه المشتركين دول انا مجمعهم في بعض كده زي باي باص بالظبط، نظام فكره باي باص بالظبط. لو الغرفه دي اتملت دي عطلت دي هتدي دي، وكذلك الامر لو دي حصل فيها عطل دي هتدي دي. يبقى انا ما عطلتش الدنيا. ليه بقى؟ لان انا عندي الغرفه دي بالغرفه دي بالجليتراب ده واخده جزء من الشغل، وعندي الغرفه دي بالغرفه دي بالجليترابين دول واخده جزء تاني من الشغل. الغرفه دي بتسلم عليها الغرفه اللي انا واقف عليها دي اللي هي دي بردك مليانه ميه اهي، زي ما احنا ما شايفين اهي ميه اهي، بردك مليانين ميه ومختبرين الدنيا وكل ده مختبر طبعا كسل، يعني مش محتاج ان انا اقول واعيد واقول الكلام ده. ادي الغرفه يا احمد دي، الغرفه دي مديه الجليتراب ده، واخد هنا انا ماشي هنا كده عندي في هنا حمام سواق، معلش يعني في هنا جوه كده، عندي هنا كده جوه في حمام سواق، وعندي جوه هناك في حمام للبدروم، طبعا ده يبقى كله مباني، وفي عندي هناك ساونا وفي شاور. فقسمنا زي ما قلت قسمته نصين، خدت الجزء ده كده الجزء اللي على اليمين ده خدته اللي هو بتاع البيت نفسه، خدته بغرفه لوحده، بغرفه كمان غرفه بامب لوحديها، بجليتراب لوحده بقى منفصل بحاله. والغرفه دي خدت عليها الغرفه دي بردك نفس الكلام مليانه بردك ميه اهي، بردك مليانه ميه. خدنا الغرفه دي على دي، خدت ايه بقى عليها؟ هو عليها حمام واحد بتاع ناني روم هنا هيبقى ماشي مع مسار المواسير دي، وخدنا عليها صرف المطر. هنا هيبقى عندي صرف المطر وصرف الجراج، هيبقى عندي طبعا في الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى عندي هنا في جريلا حرف ال، غرف عملاقه بردك من ايجيبت، وهيبقى عندي في هناك في مكان بردك مكشوف عندي مع المسار اللي ماشي هناك ده، هيبقى بردك عندي جريلة مطر هناك. يبقى الغرفه دي كده خدت الجزء اللي هو بتاع البيت السكني، والغرفه دي خدت معايا يعتبر المطر، ومعايا حمام الناني روم هيبقى الاستخدام عليه مش كتير. انا كان ممكن اعمل الكلام ده كله على غرفه واحده وتبقى غرفه واحده، بس احنا حبينا نقسمهم عشان يبقى الضغط قليل، ما يبقاش الضغط على واحده بس. كده بقى عندي كانت الاول 250 لتر، كده خليناها حوالي 350 لتر، بقى عندي 700 لتر. الغرفتين دول الساعه بتاعتهم الاثنين حوالي داخلين في 350 لتر، ويمكن يعدوا كمان. وكمان عملنا باي باص، لو واحده عطلت الثانيه هتشتغل منها وهتأدي المصلحه لحد ما اعمل صيانه للغرفه الثانيه، والكلام ده بنفس الفكره دي. احنا جمعناهم اهو وعملنا الغرفتين زي ما انتم شايفين. طبعا الجليترابات دي عشان ما اعملش ريحه لازم نركب جليترابات عشان الميه دي يبقى في ميه راكده ما تردوليش ريحه. فالصرف التقيل مرمي على طول على الخطوط 4 بوصه لوحديها، واي صرف خفيف معمول قبل منه جليتراب. بعد الجليتراب نبدا نرص عليه. دي كانت الغرف، واستنوا بقى الفيديو الجاي هيعجبكم اكتر واكتر، هنبقى كملنا بقى الشغل. احنا بس عشان ما نطولش، طبعا الموضوع هياخد يعني فيديوهات كتير ووقت كتير، انا بس حبيت اشرح الموضوع زي ما انا ما قلت كده. موضوع جميل، الموضوع ده انا قعدت افكر فيه كتير جدا على فكره، ما جاش في يوم وليله، مش هكدب عليك، قعدت دماغي دي تشتغل كتير. خصوصا بردك كنا شغالين بردك، كان العميل هنا ما شاء الله يعني ربنا يبارك في عمره، مش هنذكر اسمه، ما شاء الله عايز اقول ان هو مش مذاكر سباكه، انا بتعلم منه سباكه. هو مش مذاكرها، انا بتعلمها منه، ما شاء الله عليه، ربنا يبارك في عمره، وربنا يا رب يجعل ادم السعد عليه. فطبعا كان بيطلب مني زي ما بنقول ايه، هو كان بيحلم يقول لي انا عايزك تحقق، وانا كنت بستعين بالله وابتدي ان انا احقق له، وابتدي افكر واعمل زي ما انت ما شفت. ما وصلتش للموضوع ده بالسهل، انا ركبت الغرف لان عندي الشغل كتير. انا عندي الغرفه دي طالع منها مخرج واحد بس، مخرج واحد زي ما قلت في الفيديو الاولاني، هو طالع مخرج واحد. طب انا هرمي الشغل ده كله عليها ازاي؟ اضطريت ان انا اعمل غرفه تاني اللي هي الغرفه ال 50 في 50 بتاعتنا العاديه اللي بنركبها، يعني طالع لي منها 5 مخارج، طالع مخرج بيطلع وبيطلع لي 5 ابدا اوزع فيهم زي ما انا عايز. عشان كده اضطريت ان انا استعنت بالغرفه ال 50 مللي اللي انا بقى عايزه من ايشك، وبكرره تاني
عايز من ايجيبت يعمل لي الرقبه دي عايزها تعملها لي 4 مخارج. عايز مخرجين 160 مللي ومخرجين 110 مللي، لان ممكن يستضيفني الغرفه دي تيجي في نص المكان، هيبقى عندي شغل يمين وعندي شغل شمال، فما تحكمنيش بكده بحاجه واحده. انا عايزك تعمل لي كده يا بتاع ايجيبت، زي ما عملت لي دي اعمل لي الثانيه، زي ما عملت لي الغرفه العملاقه وعملت لي الغرفه ال50 تعمل لي الرقبه هي زي ما هي. عايز بس الغرفه اخر رقبه فيها تبقى ب4 مخارج، 2 160 عشان انا كنت عايز اجمع دول 160، كنت عايز اجمع الاثنين دول لان انا عندي المخرج ده 160 مللي، اضطريت اركب مسلوب 160 في 110 اللي هو 6 بوصه في 4 بوصه عشان المخرج ده معايا 4 بوصه. كده باقي معايا اللي انا بقى هخرج من البامب. وعلى بص زي ما انت واخد بالك هنا اهو احنا عملنا ايه؟ هنخلي كل غرفه لوحديها، مش هجمعهم بخط واحد واعمل لهم شيك بلف والكلام ده. طبعا هيبقى في شيك بلف في الغرف وبتاع والكلام ده عشان ما اطولش عليكم. لو عجبكم الشغل ده شيروه، ما تنسوش بقى تدعمونا بلايك. محمد شعراوي والسلام عليكم.